السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هشام محمد يحييكم من جديد. مش عارف ايه دخلة ايمن الكشف اللي انا داخلها دي، بس ما علينا. النهارده هنتكلم مع بعض عن شخصية تاريخية اسلامية عظيمة جدا فوق الوصف، عشان ما اطولش عليكم، الا وهو سيدنا خالد بن الوليد سيف الله المسلول، القائد الذي لم يهزم ابدا لا في الجاهلية ولا في الاسلام. من الاخر هو اللي مروج علينا في غزوه احد اساسا، يعني ظبطنا. انا طبعا مش جاي اكلمكم عن سيره سيدنا خالد بن الوليد ولا عمل ايه، انما سنلقي الضوء على جانب اظن ان في ناس كتير ما تعرفوش عن سيدنا خالد بن الوليد، وتحديدا رثاؤه لابنه سليمان لما قتل في فتح مصر ان لم تخن المعلومه. وعشان ما نكترش، عايز اديك نبذه صغيره بس عن سيدنا خالد بن الوليد. سيدنا خالد بن الوليد هو من لقبه النبي عليه افضل الصلاه والسلام بسيف الله المسلول. سيدنا خالد بن الوليد لم يهزم في معركه قط ابدا. سيدنا خالد بن الوليد هو قائد معركة اليرموك يا اخوان، هو من كان يقود 40,000 مسلم في مواجهة 240,000 من جيش الروم، في معركة استمرت ل6 أيام انتهت بفوز ساحق للمسلمين ومقتل 200,000 من جيش الروم. سيدنا خالد بن الوليد حدث ولا حرج في المعارك، ولكن مش ده موضوعنا ولا ده اللي احنا راح نتكلم فيه، ولكن وجب التنويه. سيدنا خالد بن الوليد لما بلغوا خبر استشهاد ابن سليمان رثاه بأبيات شعر والله تكتب من ذهب تخلد في التاريخ. مش هطول عليكم، وتعالوا نشوف سيدنا خالد بن الوليد رثى ابن سليمان وقال ايه. تقول الابيات: جرى مدمعي فوق المحاجر وانهمل، وحر الغضا قد زاد في القلب واشتعل، وهد فؤادي يوم اخبرت نعيه، وضاقت بي الدنيا ودمعي قد هطل، وزادت بي الاحزان والهم ضرني، وعن قلبي المحزون بالله لا تسل، سأبكي عليه كلما أظلم الدجى، وما ابتسم الصبح المنير وما استهل، لقد كان بدرا زائد الحسن طالعا، فأصبح بعد النور والزهو قد أفل، وكان كريم العم والخال سيدا، إذا قام سوق الحرب لم يعرف الوجل، أحاطت به خيل اللئام بأسرهم، ومكنوا منه المهند والأسل، فوا أسفا لو أنني كنت حاضرا، بأبيض ماض للجناحين منتصل، تركتهم وسط المعامع جيفة، عليها تساق الطير في السهل والجبل، وحق الذي حجت قريش لبيته، وأرسل طه المصطفى غاية الأمل، لأقتل منهم في الوغى 1000 سيد، إذا سلم الرحمن واتسع الأجل. بالله عليكم، سمعتوا أبيات بالجمال والحلاوة دي؟ أبيات بتنقلنا حرقة قلب أب على ابنه، وود أن يكون في المعركة ليحمي ابنه. سيدنا خالد بن الوليد أعذر في طلب الشهادة في كل معاركه. سيدنا خالد بن الوليد بالأبيات دي بينقلنا كديه حزنه على ابنه، وكديه كان يتمنى يكون موجود في المعركة ليدافع عنه. وإن كان سليمان ابن سيدنا خالد بن الوليد بطل ومقاتل لا يشق له غبار، وارجعوا لسيرته هو الثاني برضه. مش أكتر من كده، حبيت أشارككم الأبيات الجميلة دي، وأتمنى أن أنا ما أكونش طولت عليكم. السلام عليكم.